بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. توفي طالب جامعي كان يتابع دراسته بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الأول بسطات بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، متأثرا بحروق بعدما قام بإضرام النار في جسده في الساعات الأولى من أمس الخميس. وأضحت مصادر إعلامية لأخبار مابريس أن الهالك كان قيد حياته يتابع دراسته بالسنة الرابعة شعبة التسويق في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، كما أنه كان نشيطا في أحد الأندية بالمؤسسة الجامعية نفسها، إلى أن عثر عليه بالغابة المجاورة للجامعة سالفة الذكر، والنار تلتهم جسمه في ظروف شك- شكلت بحثا قضائيا من قبل أمن عاصمة الشاوية. وأشارت المصادر نفسها إلى أنه بعد حضور عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات وممثل السلطة المحلية جرت معاينة الطالب قبل نقله على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات. وبعد تلقيه الإسعافات الأولية قرر الطاقم الطبي المداوم توجيهه إلى المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء نظرا لإصابته بحروق من الدرجة الرابعة. ورجحت المصادر نفسها إقدام الطالب على الانتحار حرقا لأسباب مجهولة في انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح من قبل الشرطة الولائية بسطات، مع إمكانية إخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي عند الضرورة لاستثمار نتائجه في تحديد جميع الظروف والملابسات الكامنة وراء وفاة المعني بسبب إضرام النار تحت إشراف النيابة العامة المختصة.